تجربة إفريقية وازنة يدخل تحديا لا يقل صعوبة عن طموحات جماهير النادي. التفاصيل في تقرير مراسلنا حسين أبو صالح. تحد جديد رفعته إدارة مولودية الجزائر بتعيين المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا خلفا للتونسي خالد بن يحيى في رهان لبلوغ أدوار متقدمة في دور أبطال إفريقيا. المدرب الشاب الذي تألق مع ماميلودي سان داونز يسعى لتكرار النجاح في تجربته الأولى بالجزائر رغم إخفاقه الأخير مع الوداد البيضاوي المغربي. عادة ما نعمل خطوة بخطوة، لكنني أعلم أن الأندية في شمال إفريقيا لا تمنح الوقت الكافي للمدرب. علينا أن نتحرك بسرعة ونقرب النادي من القمة. تشكيلة المولودية ليست بعيدة عن المستوى العالي، لدينا لاعبون ممتازون أمثال بن خماسة، عبد اللاوي وكيبري، فقط نحتاج إلى رفع التنافسية وتحسين بعض الجوانب مثل الفعالية الهجومية. يدخل موكوينا هذا التحدي مدعوما بطاقم فني متكامل يتقدمهم مساعده أنزل دونيسا صاحب التجربة مع منتخب التوغو، كما أن التعداد البشري للمولودية يعد الأفضل محليا إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير، وهو ما يضع الطاقم الفني الجديد أمام حتمية ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج. اليوم المولودية تستهدف كسب خبرة أكبر على المستوى القاري بعد التتويج بدوري لقب البطولة المحلي لموسمين متتاليين، زائد التتويج بلقب كأس السوبر هذا الموسم وبلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا. المولودية أصبحت تبحث عن خبرة وتجربة جديدة للتوغل أكثر إن صح التعبير في أدغال إفريقيا. رولاني موكوينا بعد تجاربه في كل من الوداد البيضاوي، ماميلودي سان داونز الذي توج معه بلقب السوبر ليج الإفريقي في أول نسخة، تجربته أيضا مع أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، كلها أمور نقولوا حمست إدارة المولودية لخوض تجربة جديدة بعد رحيل المدرب التونسي خالد بن يحيى لإضفاء ربما لمسة تكتيكية جديدة على الفريق. إضافة نجمة قارية ثانية هي أماني جماهير المولودية التي تستبشر خيرا بقدوم المدرب الجنوب إفريقي، إلى أن الاستفادة من الأخطاء الماضية أفضل سبيل للتألق القاري هذا الموسم. تحدي جديد يبدأ وموسم استثنائي يلوح في الأفق، فهل ينجح المدرب الجنوبي إفريقي موكوينا في كتابة فصل قاري جديد في تاريخ نادي مولودية الجزائر؟ حسين أبو صالح، بي إن سبورتس، الجزائر.